الآن هناك حملة شرسة على المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد الإعلامي. في خبر صدم الأوساط الإعلامية والرأي العام في المغرب والعالم العربي، وذلك بعد إعلان قناة الجزيرة طردها للمذيع المغربي عبد الصمد ناصر، الذي يعد أحد أبرز مقدمي الأخبار على شاشتها بعد رحلة عمل طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن على شاشات الجزيرة، وذلك بسبب تغريدة نشرها في حسابه على تويتر انتقد فيها التلفزيون الجزائري الرسمي لإساءته للمغرب ونسائه. فما كان من المذيع إلا أن نشر تغريدة على تويتر دافع فيها عن شرف المرأة المغربية، ولكن ما فعلته القناة صدم الجميع واعتبر انتهاكا لحرية الصحافة والإعلاميين. وأنا لم أفهم إلى الآن سبب طرد الصحفي الذي دافع عن شرف وكرامة المرأة المغربية، فهو من المغرب ومن الطبيعي أن يدافع على من يسيء لبلده. ولم تنتهي القصة هنا، بل إذا دخلت الآن على قناة الجزيرة في اليوتيوب سترى الآلاف من تعليقات المغاربة المتضامنة والمساندة لعبد الصمد ناصر. وربما هذا الأمر لن ينتهي إلى أن تقوم الجزيرة بالاعتذار للإعلام وتكريمه بما يليق من مسيرته في هذه القناة الممتد من عام 1997، أي قبل 26 عام. فمن المعيب أن تنتهي مسيرته الكبيرة بهذه الطريقة فقط لأنه دافع عن شرفه وشرف كل مغربي. ومع أن قناتي لم تكن مختصة في الأخبار، ولكن طرد هذا المذيع جعلني أقوم بعمل هذا الفيديو للتعبير عن تضامننا معه، خصوصا أن قناة الجزيرة لم تعلن إلى الآن أو تصدر أي بيان رسمي عن سبب الطرد هذا. ولن نخوض ببعض الاتهامات التي قيلت بحقه باتهامه بالتنصت على مكالمات بعض الأشخاص المهمين في القناة، فهذا آخر ما قاله الإعلامي عبد الصمد ناصر عن ذلك.